ده بالضبط اللي أنا هاعمله لو قررت إن أنا أعمل لنفسي personal branding من البداية. رقم 1 هاختار 3 صُناع محتوى أقوياء جدًا في المجال بتاعي، وابتدي إن أنا أتابعهم بشكل كويس جدًا، أحلل اللي هم بيعملوه وآخد منهم أفكار تساعدني في البداية. رقم 2 هاحدد ألوان ثابتة معينة تعبّر عني وتعبّر عن الهوية بتاعتي، وهاختار فونتات معينة تعبّر برضه عني علشان أحطها بشكل ثابت دايمًا في فيديوهاتي، علشان أي حد هيشوف الفيديوهات بتاعتي يبقى عارف إن ده زياد من قبل أمّا يبُص حتى على الفيديو، بمجرد ما يشوف الألوان حتى لو أنا بادئ بأنيميشن يبقى عارف إن ده زياد سليم. تالت حاجة هاعملها هو إن أنا هاختار من 3 ل4 sound effect أكون باستخدمهم دايمًا في فيديوهاتي وأكون مميز بيهم، علشان بمجرد ما تسمع الsound effect ده لو حد تاني قاعد قدامك وماسك الموبايل تبقى عارف إنه بيتفرج على الفيديو بتاعي. رابع وأهم حاجة هاعملها هو إن أنا هاحدد location ثابت، الlocation ده لازم يكون قريب مني ويُفضّل لو يكون في البيت بتاعي، علشان يكون سهل بالنسبة لي إن أنا أطلع وأصوّر بكل سهولة وأعمل أكبر عدد ممكن من الفيديوهات. وبعد كده هابدأ إن أنا أجرّب أكتر من style من المونتاج لحد أمّا ألاقي style معيّن الناس بدأت إن هي تعرفني بيه وحبِّت المحتوى بتاعي بيه وبقى بيسهّل لهم المعلومة أكتر، وهاثبت على style المونتاج ده. لو عاوز تتعلّم أكتر عن التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى، تقدر تخُش على منصة The Good Academy، هتلاقي فيه كُتب قوية جدًا تساعدك تعمل محتوى قوي ويgo viral ويجيب ملايين المشاهدات، وهتلاقي كورسات تفهّمك التسويق الإلكتروني من الصفر لحد أمّا تبقى محترف. أتمنى أكون قدرت أساعدك، ولو عاوز تشوف فيديوهات أكتر زي دي اعمل لي follow واعمل save للفيديو ده علشان ترجع له لمّا تحتاجه، واعمل كمان like وابعته لواحد صاحبك لو عاوز يعمل personal branding قوي.